إياك أن تظن أن حلاوة الحياة والسعادة بالمال فقط أو بالعيش المترف فقط، فكم من أناس يعيشون غير مترفين وهم في منتهى السعادة وفي منتهى الرضا وفي منتهى الهدوء، استقرار العائلي، الحب المتبادل، كل حاجة موجودة، وبياكل ما شاء. أظن قصة الرجل البواب اللي في الأوضة اللي على الباب عند الرجل الغني، يقعد بقى بالليل الراجل البواب هو والست بتاعته يقعدوا يدندنوا ومبسوطين ويضحكوا من العيال حواليهم، ودوك عمال بقى ايه يغلي، الست لسه ما جاتش من بره، وجايه بقى مخموره وجايه حالتها لضا، وهو قاعد يبص ويجي، وبعدين يجي بس تبص له كده يروح ساكت ويشوف دوك قاعد سعيد كده ومش عارف. كل جاه الدنيا ده يضيع في هذه اللحظه. ويمكن لو ان ولدا من اولاد السري اعتدى على ولد البواب وحصلت مشاجره، يقوم البواب يقول